طبعا الصواني البيتزا او الصواني البسبوسه الجرانيت او الطواجن الجرانيت، اكتر مشكله بتواجهنا بعد ما بنخلص فيها الحاجه ان احنا بنقطع بالسكينه معدن زي كده بالشكل ده كده اللي انتم شايفينه، بتبدا طبقه الجرانيت تتجرح. وفي نفس الوقت لو جبنا قطعه بيتزا زي كده ومشيناها مره مع مره بتبدا تتجرح عشان حرفها بيبقى حامي جدا. وكذلك لو عملنا في الطاجن. المشكله دي احنا حليناها بايه بقى؟ ان احنا جبنا سكينه خشب بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي، اللي هو احنا بقى بصوا حامي على فكره. الموضوع بقى ايه؟ ان احنا بنقطع بيها البيتزا كده اهي، نبدا نقطع براحتنا ونمشي براحتنا. طبعا مش بتجرح صواني البيتزا او صواني او الطواجن الجرانيت يعني. وفي نفس الوقت دي يعني احنا لو مشيناها كده اهي، بص هي عجله اهي ولا فيها اي حاجه ولا بتجرح بالشكل اللي انتم شايفينه ده هنا او هنا اهي، ولا فيها الهواء حتى. ليه؟ لان الخشب من الحاجات اللي ما بتجرحش الجرانيت غير المعدن طبعا. يعني انا لو جبت السكينه دي وعملت كده هتتجرح. طبعا دي فكره حلوه جدا ومن الافكار الممتازه اللي انا بشجعها. اما بالنسبه لاسعارهم فهي ليهم متوسط سعر طبعا على حسب جوده الحاجه، بس هم بيبداوا معانا من 17 جنيه ونص لحد 35 و45. اما الحاجات اللي انا ماسكها في ايدي ديت فب 25 جنيه القطعه. دي كده كل اسعارهم، يعني ممكن تلاقوا اقل وممكن تلاقوا ازيد. اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل مشاركه عشان خاطر الناس اللي لسه بتجيب حاجات معدن زي كده وبتبوظ الحاجات الجرانيت، لا، ان هم ياخدوا بالهم ويشتروا حاجات خشب. وفي نفس الوقت الحاجات دي سنها سهل جدا، ان احنا ممكن نجيب سكينه خام معدن زي كده ونمشيها كده يا بصوا كده بتستني تاني وترجع جديده. اتمنى برضو ان احنا نعمل لايك ومشاركه للفيديو ده. شكرا جدا.